هو الكابتن حسين لبيب كان عارف المشاكل، يعني اللي مسك نادي الزمالك وايام ما دخل الانتخابات واي مجلس اداره دخل الانتخابات عارف انك عليك هتلبس في قضيه ابو طيب وهتلبس في قضايا وخوازيق كتير. اللي بيحصل نادي الزمالك ده مش معقول من يعني نتائج كره اليد، كل الرياضات، العاب الصالات، ما علينا بس لازم الناس دي جايه والمفروض عارفه التحديات اللي عليها فملهاش اي عذر. انت ما اتفاجئتش بالقضايا اللي عليك وانت موجود، انت قبل ما تيجي عارف القضايا والمشاكل، عارف ايقاف القيد، عارف انت عليك 14 قضيه، فانت عارف الكلام ده مسبقا. فعايزين نشوف بقى مجلس يشتغل، عايزين نشوف لعيبه، عايزين نلحق نبيع اللعيبه اللي مش هنستفاد بيها. دي اهم حاجه يا جماعه. النادي الاهلي فاز بافريقيا وفاز بالدوري وفاز ببطولات، ومع ذلك في 9 لعيبه جايين، يعني عمال يجري ورا 100 لاعب هيجيبهم، وفي لعيبه مفاجات هيمشي. النادي الاهلي بيبص على نفسه، احنا كمان عايزين نبص على نفسنا. الاداره فين؟ الكابتن حسين لبيب. عايزين الناس تمشي، اللي مش هيلعب الحق بيعه وخد فلوسه يا عم، اللي مش هيلعب اعمل له اعاره. محمد شحاته الحق فعل البند الشراء وخلصه. اللعيبه اللي انت شايفها تمام الحق خلص معاه وجدد وظبط امورك. نادي الزمالك اذا ما لحقش يوقف نفسه مش هيقف. فرصه عمرنا ان احنا نقف وناخد بدايه الكونفدراليه دي بدايه طالعه لينا. عايزين صفقات حلوه، عايزين اسامي جامده، عايزين اللي مش لعيب يمشي خلاص. انا عايزك لو هتمشي الخمسه اللي بيحترفوا عندك، ابراهيم نضاي، مع ان الواد متيابه ده انا شايفه لعيب ومشروع لعيب كويس جدا. حمزه المسلوسي يقعد، لا الجزيري، لا انا مع احترامي الشديد حتى لو الجزيري كان هداف، لكن انت عايز لعيب 9، لعيب 9 ما بيتحركش، بتاع السقطه واللقطه، هجام يلعب يقطع يخلص في الهد في الكرات، يلف باللعيب المدافع ويشوط ويعمل كل حاجه في الكوره. يا جماعه يعني مع احترامي، انت عايز تلعب مقعد زيزو قعده، بس انت لازم معاك فلوس، ما معاكش بيعه يا عم، مش عيب. الناس عايزه زيزو وممكن تجيب من وراه مبلغ كبير جدا، تقدر تدعم وتجيب 3 4 لعيبه كمان جامدين. سمعنا بن شرقي، طب بن شرقي ولا رمضان صبحي، الحق خلص، الحق خلص يا عم. انت عندك لا يقل عن 10 12 لعيب لازم تبيعهم. ممكن بالواحده واحده كده بالمعروض، تعالوا يا جماعه ما فيش فرصه، المدرب مش عايزكم، طب ايه رايكم، طب اعاره، طب النادي اللي هات لي نادي، هات لي عرض، خلص ده في ده وهتلاقي نفسك جبت فلوس ومخلص امورك كلها. لكن اللي بيحصل نادي الزمالك ده انت لازم تخلص قبل 30/6. 30/6 يا جماعه، عايزين نبقى عندنا يا جماعه فرقه جامده. ابني على كده، انت عندك مشروع حلو، الواد نبيل عماد دونجا مع محمد شحاته جامدين، احمد حمد الله يشفيه ويعافيه هيرجع، ناصر ماهر ده ما تفرطش فيه بس تجيب له مدرب احمال. انت عندك لعيبه مواهب لازم يشتغلوا على صحتهم، على ما احمد حمدي يرجع وتجيب له مدرب يفهمه، يديله عضلات جيم كده يخليه بيج رامي. في لعيبه حريفه، احنا نادي حريفه، فالحريف ده محتاج قوه. عبد الله السعيد اخره السنه دي، شكرا كابتن عبد الله. السنه الجايه برضه لازم هي كده. اللعيب اللي مش هيديك رؤى بالسلامه ناصر منسي، اللي يا رب يبقى منسي على طول بيعه، هو قاعد لا استفدنا منه، ما بيلعبش كوره. اللعيبه اللي ما بتنزلش يا جماعه ملهاش لازمه نبيعها، وقسما بالله ما هنحتاج فلوس، قسما بالله ما هنحتاج فلوس. انت لو اتصرفت في اللي انت مش عايزه هيبقى عندك فلوس تدفع للعيبه جديده وتجيبها. لكن اللي بيحصل ده يا جماعه غلط. انا مش عارف احنا نايمين ليه. يعني عايزين نستغل فرصه المنتخب مريح، ابدا بقى اتحرك، ابدا شوف مين اللي هيقعد ومين اللي هيمشي ومين اللي هيروح هنا ومين اللي هيروح هنا، واقعد اتكلم مع اللعيبه. احنا مش عايزين نتكلم على خيبه كره اليد والخيبات اللي في الصالات كمان، ده النادي الزمالك كده يا جماعه ما ينفعش. يا عم انا ممكن اغفر لك بس المنتخب فرقه الكره تتظبط، لان اهم حاجه فرقه الكره عندنا. ولازم اللعيبه اللي في الرياضات الثانيه، اللعيب اللي مش هيقعد يمشي خلاص، واللعيب الحلو تجيبه وتخلص بسرعه. مش هنفضل في المعمعه دي كتير. النادي الاهلي يا جماعه بيشتري وهو البطل، عمال يشوف مين بديل محمد عبد المنعم وهيجيب منين وهيجيب وهيودي فين، ولاعيب بيفاوض طوب الارض. وخلي بالك اكيد بيفاوض لعيبه عندك، الحق خلص لعيبتك، الحق شوف الناشئين بتوعك خلصهم، اطلع اللعيبه اللي انت عامل لها اعاره بره الحلوه رجعها. احمد عيد اللي لعب نهائي القرن، الشاب الصغير اللي كان مكسر الدنيا، كان مشروع لعيب يكسر الدنيا، ده لعب على سفيان رحيمي لما كان بيلعب يا جماعه، لعب على سفيان رحيمي ولعب نهائي القرن كمان، ومع ذلك اعارته يا جماعه عشان تجيب مين؟ تجيب الزناري ولا تلعب حمزه المسلوسي ولا انت يعني كان في تخريب في نادي الزمالك. الحق انت صلح الغلط. سلام عليكم.